ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن افضل 5 انواع كلاب البولدوج في العالم. كلاب البولدوج في العموم اول ظهور ليها كان في العصر الفيكتوري في انجلترا، وكان وظيفتها الاساسيه الصيد او الهجوم على التيران او الابقار بغرض الترفيه كعادة الشعب الانجليزي في الوقت ده. ولكن مع مرور الوقت ومع انحدار الرياضه العنيفه دي ابتدى يظهر انواع مختلفه من البولدوج بوظائف مختلفه. يلا بينا نبتدي. رقم 5، الفرنش بولدوج أو البولدوج الفرنساوي. أصغر أنواع البولدوج في العالم، وغرضه الأساسي في بدايات القرن ال19 في فرنسا إنه يصاحب العمال ويسليهم في أوقات الشغل الطويلة، ولكن حاليا بيعتبر من أفضل أنواع كلاب الأسرة بسبب سلوكه المرح وحبه لكل الناس والكلاب. رقم 4، البلو بلاد بولدوج أو بولدوج الدم الأزرق. كلب بولدوج أمريكي أول ظهور ليه كان في القرن ال18 لما المهاجرين الأمريكيين جابوه معاهم من أوروبا، وتم استخدامه في الحراسة والصيد، وما زال إلى يومنا هذا، وبيعتبر أندر أنواع البولدوج. سبب تسميته بالدم الأزرق ده دليل على نقاء السلالة بتاعته وعدم تهجينه خلال كل السنين دي. رقم 3، الأولد إنجليش بولدوج. كلب أمريكي مهجن بين البولدوج الإنجليزي وبعض أنواع الماستيف. أول ظهور ليه كان في السبعينات، والغرض منه إنهم يرجعوا الوركينج لاين أو النوع العامل من البولدوج الإنجليزي اللي أصبح مجرد كلب أسرة. بيتميز الأولد إنجليش بولدوج بطاقته العالية وسرعة استيعابه، بيتم استخدامه ككلب أسرة وحراسة. رقم 2، الأمريكان بولدوج أو البولدوج الأمريكي. أضخم أنواع البولدوج في العالم وأشرسها. أول ظهور ليه كان في بداية القرن ال17. كلب قوي جدا جسديا وشرس جدا، بيتم استخدامه للحراسة. رقم 1، البريتش بولدوج أو البولدوج الإنجليزي. أقدم أنواع البولدوج في العالم وأشهرها واللي بتنحدر منه جميع السلالات اللي اتكلمنا عليها النهاردة. شكله اتغير عبر السنين وأصبح جسمه أقصر وأعرض وطبعه أهدى، بالرغم من شكله اللي بيوحى بالشراسة، ولكن طبعه حنين جدا، ويعتبر من أفضل أنواع كلاب الأسرة في العالم. شخصيته مرحة واجتماعية. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو عايز تعرف معلومات أكتر عن كل نوع تقدر تلاقي الفيديو بتاعه على القناة. سلام.